الحمد لله. 240 حالة طلاق يوميا في الجزائر، والأسباب غريبة جدا. أنا من بعد كنت كنسمع بأن المغرب بعاني بشدة بالنسبة للطلاق، يعني واحد الأرقام اللي خيالية كانوا كيذكروها كنت كنشوفها، وقلت زعما ما يمكنش غير المغرب أنه يكون عنده هذه المشاكل ديال الطلاق. دونك الجيران ديالنا حتى هما عندهم نفس المشكل. باش تعرفوا واحد الحاجة، بأن راه ماشي غير حنا اللي كنعانيو بهذا المشكل ديال الطلاق، راه العالم كامل. حنا كنهضروا غير على الدول المغاربيه اللي هما المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، كاين مصر كذلك، كاين بعض الدول العربيه الاخرى هما كيعانيو نفس المشكل. وقال لك الاسباب غريبه، طبعا غريبه. حيت علاش؟ الاسباب ولا شي اسباب تافهه، هذه اولا. وما بين السبب الرئيسي ولا السبب الرئيسي اللي كيدير هذا المشكل كامل هو السوشيال ميديا ديالنا، اللي هي دابا حاليا الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، بحال هادو. دونك كيدخلوا بعض الاشكال، اسيدي كيدخلوا، نقدروا نقولوا ديزانفلونسوز ولا ديزانفلونسور، اللي هما مؤثرين ومؤثرات، كيبقاو يهضروا في هذه المواضيع نتاع الزواج. غير اللي خصكم تعرفوها هو ان غير اللي دارت عنده واحد التجربه خفيفه في الزواج، ما نعرفش حد دوز كاع شهر، عام، عامين، المهم هذا راه ماشي تجربه، هذا تجربه خفيفه، صافي كتطلق، كتزوج هي واحد الراجل مسكين، صافي ما تفاهموش، صافي جمع عطوات. شنو كيطلقوا تما لديك السيدات كيتحلوا لها العينين، كتخرج، كتدخل السوشيال ميديا وكيدوروا بها الكلاب الضاله بطبيعه الحال، كيكونوا في لي كومونتير كيحلوها لها كما يقولوا عن طريق لي كومونتير زوينين، وكيشجعوها وكذا، وهذه وهي كتبدي كتطلق، كتكذب على عباد الله، كتوهم عباد الله، من بينهم النساء. دونك كما كتعرفوا المراه مسكينه كتثق في الساع، كتثق في الساع. دونك شنو المشكل؟ هو ان المراه سيدي كيبقاو ينصحوها بعض ديزانفلونسوز مؤثرات. الراجل خاصك ديري له الراجل خاصك تفعلي له، خاصك ما تخليش يتنفنف، ما تخليش يدير، خاصك ديري خاتم في يدك، خاصك ديري له بحال الكلب، خاصك ديري له كذا، ما ينفنف، ما يدير هادي، ما كذا، ما كذا، ما كذا. الراجل الا شتيه يدير هكا راه يخونك، الا شتيه كيدير هكا راه كيخونك مع شي واحد اخر، راه شتي. يعني بزاف ديال الامور ولات كتنتشر في السوشيال ميديا، اللي للاسف ما تما حاله، باش نكون واضحين، ما تما حاله. واحد القضيه اخرى ديال ان ديك القضيه ديال انديبوندنت وومن، المراه المستقله. المراه المستقله سيدي قال لك مراه تقدر تعيش بلا راجل، تقدر تخدم بحال الراجل، تقدر دير بحال كل شيء بحال الراجل. يعني تقدر تخدم في الفلاحه، دير الاعمال الشاقه، تهز شكار ديال السيمه ديال 50 كيلو، تهز شكار ديال الدقيق، تهز الياجور، السيمه، المهم الطوبيه، تهز كل شيء. هذا الشيء ما قال لك سيدي المراه تقدر دير هكا، المراه تقدر تخدم في اي مجال اللي كيخدم فيه الراجل. يعني طبعا انا معاها كتخدم في بعض المجالات، ولكن بعض المجالات اللي كيكونوا صعب عليها ما تقدرش باش نكونوا واضحين. يعني ما بين الاسباب ديال هذا الشيء هما ان المراه سيدي بغات تهدي الفلوس ديالها لراسها، بغات تعيش لراسها، تخرج دير لوطوموبيل ديالها لراسها، من حقها تهدي مزيان، ولكن من راسها، ولكن من الاحسن يكون مع الزوج ديالها، ما تكون مستوره مع فدارها مع وليداتها وكذا، دير طوموبيل سيدي، دير طوموبيل ديالها، هو الراجل اللي يدير طوموبيل ديالو، ويمشيو يسافروا بزوج، يديروا بزوج، هكذا تكون محميه وتكون بزاف ديال الامور، ما تكونش عليها الهضره، وتكون مستوره مع راجلها. ولكن للاسف واحد النوع ديال البنات ما ولاوش يبغيو هكا نهائيا، ولاو يبغيو سيدي مستقلين ولا مستقلات. مزيان هاد القضيه، كونوا مستقلات وخليكم بلا راجل، غتوصلوا واحد السنه ان شاء الله، وتوليوا سيدي ما تقدروش تولدوا، ما تقدروش ديروا، تلقاو راسكم فات الفوت. وتما شوفوا شكون غيسلكم، شوفوا نتوما فاش ديك الاستقلاليه ديالكم واش غتنفعكم ولا لا. غير بغيت نقول لكم بان راه الراجل عنصر مهم بالنسبه للمراه، وحتى المراه عنصر مهم بالنسبه للرجل. باش هذه راه معادله ليس لها حل، الحل ديالها الوحيد هو الزواج والثبات، وكلها كما يقولوا القلوب تكون مزيانه، ويكون الثقه بين الازواج، وتبعدوا على السوشيال ميديا. القالب هو السوشيال ميديا، بعدوا عليه، وما ما تسمعوش الاراء ديال الناس، ديروا اللي في راسكم،
وتراصيو الحياة ديالكم وثقوا في الله. غادي بعدا اول حاجه دائما وابدا. حتى الثبات في الدين راه حاجه مزيانه، راه الثبات في الدين يعني في الصلاه وداك الشيء كيطول العشره وكيطول بزاف ديال الامور، وربي يكون معكم ان شاء الله يعني في الزواج ديالكم. وكما قلنا 240 حاله طلاق يوميه في راه ماشي سهله، راه واحد النسبه اللي كبيره بزاف. الا ضربتها في الشهر شحال كتعطيك؟ كتعطيك واحد النسبه كبيره، وضربتها في العام راه كتعطيك واحد النسبه كبيره. ولا ما قريت في المقال هنايا في العربيه، راه مقال جديد بعدا، راه 5 ايام باللي تنشر، راه كما نقولوا راه الارقام كتخوف، يعني على عام على عام كتزيد، راه ما كينقصش ديك نسبه الطلاق، كتزيد بواحد النسبه اللي كبيره. وهاد النسبه غتزيد ان شاء الله. 240 حاله طلاق في اليوم، يعني دابا حاليا 240، من بعد غتزيد 1000، زيد 2000، 3000، وراها غاديه. يعني الوقت غادي وكتصعب، والله يهدينا والله يدينا في الضوء. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، ما نطولش عليكم. ما تنساوش اخوتي ديروا لي لايك باش واحد اللايك خفيف اسيدي باش تشجعوني، وديروا لي سبسكرايب باش نطلعوا لاشين ديالنا حتى حنايا ونوليو مشهورين ونوليو ديزانفلونسور، ولكن ديزانفلونسور بحاجه اللي مفيده، حاجه اللي مهمه لكم وليا، ماشي في التفاهه وداكشي. تحياتي وشكرا لكم جميعا.